اوعى تكون فاكر عشان تحرق 1000 كالوري كلتهم من الاكل لازم تتمرن وتحرق في التمرين 1000 كالوري. ما تحسبش كده يا صاحبي. جسمك بيحرق سعرات على هيئه 4 طرق، وركز في نسبه كل طريقه فيهم لانها مهمه جدا. رقم 1 البي ام ار، معدل الحرق الاساسي، ده اللي جسمك محتاجه عشان يعيش. وظائف حيويه، مخ، تنفس، اعضاء، دوره دمويه، ده من 60 ل 70% من سعراتك في اليوم. رقم 2 النيت، الانشطه اليوميه اللي بتعملها في يومك بس مش تمرين، بتطلع سلم، بتروح مشوار، بتمشي في حته، كل دي انشطه يوميه، ودي من 5 ل 20%. رقم 3 التي اي اف، التاثير الحراري للاكل، دي الطاقه اللي جسمك محتاجها عشان يمتص ويهضم الاكل اللي انت اكلته، ودي من 10 ل 15%. كده متبقي لك ايه من ال 100%؟ يعني التمرين المباشر من 5 ل 10%، الحاجات التانية اللي مش تمرين من 90 ل 95%. يعني اغلب الحرق مش بيجي من التمرين نفسه اصلا.